اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد. انا سامح نصر الله واهلا بيك في تك هاوس. النهارده هنبتدي سلسله التعامل مع الاوبريتنج سيستم او التعامل مع النظام نفسه. طيب، ايه المستخدم في الكورس ده؟ لغه السي شارب. ايه المطلوب منك؟ انك تبقى عارف اساسيات البرمجه. لو انت عارف اساسيات البرمجه باي لغه تانية عادي جدا، خد كراش كورس ساعتين او ساعتين ونص من على اي فيديو من على اليوتيوب، هتفهم السنتكس بتاعت السي شارب. وبما انك فاهم الكونسبتس فالموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لك. تاني حاجه، يكون عندك خلفيه بسيطه ولو لحد الانكابسوليشن في الاو او بي، وفاهم شويه فانكشنز. بس ده كل اللي احنا محتاجينه، وانت كده تبقى مؤهل ان انت تاخد معايا الكورس ده، او خلينا نقول السلسله البسيطه دي. دلوقتي هنبتدي زي ما انت ما شايف. تعالى كده، تعالى على اللابتوب زي ما انت ما شايف كده. اللي قدامنا ده هو ملف سي شارب عادي جدا، زي اي ملف سي شارب انت بتعمله في اللغه بتاعتك عادي. دي الفانكشن الاساسيه، وده الكلاس الاساسي، وده المكتبه اللي احنا بنستخدمها اللي هي يوزنج سيستم. هنبتدي ان احنا نتكلم مع بعض في الفايلات. في الاول احنا المفروض ان احنا نقسم كذا جزء: فايلز ودايركتوريز واوبريتنج سيستم نفسه بقى، انفو ولوجز وتايم، وهنفهم حاجات كتيره حلوه جدا جدا وممتعه جدا مع بعض. تعالى اقول لك في الاول هنستخدم ايه كمكتبه. هتكتب يوزنج، والمكتبه اللي احنا هنستخدمها اسمها system.io. نسيت اقول لك ان احنا كل اللي محتاجينه الكيبورد بتاعك، او حتى لو مش لازم كيبورد، ممكن اللابتوب بتاعك بس، مش عايزين اكتر من كده. حاجه كمان، كوبايه الشاي. تعال نكمل. system.io. تمام. المفروض ان احنا هناخد 7 حاجات. هنقسم الفيديو على جزئين، يعني هناخد بريك في النص، مش هينزل على الفيديوين، هو الفيديو واحد بس هناخد بريك في النص. تاخد لحد ريد، وبعدين هتاخد بريك، وبعدين نكمل الديليت. تعالى نكتب هنا كده علشان ما ننساش. تعالى اقول لك كام حاجه في الاول. لو فتحنا ده وعملنا مثلا ملف وورد، وكتبنا ان ده مثلا ماي وورد، وفتحناه، ماشي، هيفتح معانا بالشكل ده. ممكن تكتب فيه اي حاجه انت عايزها، لكن تعالى انا عايز اوريك حاجه معظمكم بتتعرض لها لكن مش فاهم ليه ده بيحصل. تعالى بص يا سيدي. لو وانا بتعامل مع الفايل ده وانا فاتحه تحت كده، هو هنا اهو، انا عايز اقول له ان انا همسحك. فتعالى مثلا ندوس شيفت ديليت وانتر، يقول لك في ايرور، ما ينفعش تمسحه. طيب خلاص يا سيدي، انا مش همسحه، انا عايز بس انقله. تعالى كده على سطح المكتب وابعته لي. ايه ده برضه مش راضي؟ ليه كده؟ لان انت فاتحه. في ناس تقول لان انت فاتحه سهل. ماشي، صح، انت صح جدا، صح جدا جدا. لكن ليه انا لما اكون فاتحه ده بيحصل؟ في حاجه اسمها فايل ستريمينج. يعني ايه فايل ستريمينج؟ الفايل ستريمينج ده هي زي قناه بتوصل ما بين الفايل اللي انت فاتحه والاوبريتنج سيستم. وانت فاتح الستريم، اي يعني وانت فاتح الفايل نفسه وبتتعامل معاه، ما تقدرش تعمل عمليه مخالفه على نفس الفايل اثناء ما انت فاتحه على الاو اس او الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل بتاعك. فانت ينفع تعمل مهمه واحده بس، ان انت تفتح الستريم، تعمل المهمه بتاعتك وتقفل الستريم. بمجرد ما قفلت الفايل انا كده قفلت الستريم، وهنا انا اقدر امسحه بكل سهوله جدا. اتمسح. هل هيرجع تاني؟ ما علينا، مش موضوعنا دلوقتي، لكن هو قدرنا ان احنا نمسحه. حلو جدا. طيب انا دلوقتي يا سيدي عايز اعمل فايل، تمام، فلنفرض ان هو دوكس، ماشي، وهقول ماي وورد، وعايز اكتب فيه، وبعدين اقفله واقفل الستريم بتاعه زي ما انا عملت كده، بس في السي شارب.
هو ده مدخل الفيديو بتاعنا. تعالى بقى نشوف هنعمل ده ازاي. بداية انا عندي 2 partitions غير السي، يعني عندك سي دي اي. تعال نفتح الاي وهنشتغل كل شغلنا هنا. انت تقدر تشتغل في اي حته ثانيه انت عايزها، يعني شوف انت لو ما عندكش غير السي اشتغل في السي، لو عندك اي مكان ثاني انت عايز تشتغل فيه الموضوع مفتوح لك تماما. تمام. تعال بقى نلعب هنا. هنقول له في الاول ان احنا هشتغل بالكرييت علشان نبقى موضحين بس، هتلاقي كل الفايلات اللي انا هتعامل معاها او كل الاكواد اللي انا هتعامل معاها في نفس الفايل ده، هتلاقيه في الديسكريبشن تحت، تقدر تنزله لو انت محتاج ترجع لحاجه. هنشتغل في الاول على الكرييت. حلو جدا. انا دلوقتي عايز اعمل فايل، فانا هقول ايه؟ انا عايز اعمل فايل، فهفتح الفايل ستريمنج، صح؟ هقول له فايل دوت. انا كده دخلت جوه الفايلز. ايه اللي انت عايز تعمله في الفايل؟ هكريت فايل، صح؟ حلو. كرييت، وهقول له احط الباث بتاعي. الباث ده اللي هو ايه؟ المسار، اللي هو ده اللي في البار اللي فوق ده. تمام. هنا الباث بتاعي اي، صح؟ فهعمل الدبل كوتس وهكتب له اي. عندي كام غلطه في السطر ده؟ عندي كتير، يعني مش هنحاول نعد، ماشي؟ يعني ما تعدش ليه، هنعرف دلوقتي. اولا تعالى نصحح اول غلطه. انت عارف ان ده الباك سلاش دي هو مجرد سبيشال كاركتر. يعني ايه؟ يعني بيقول له ان اللي جاي بعد ده مش حرف تتعامل معاه ككاركتر عادي، لا ده ليه وظيفه. يعني مثلا لو انا كتبت ان، فانا بقول له انت كده هتعمل لي نيو لاين، يعني هتكتب اي نقطتين فوق بعض وبعدين تعمل نيو لاين، واقدر اكتب اي حاجه تاني فهتنزل في السطر اللي بعدها. بس مش ده اللي انا عايزه. انا عايز اقول له ان المسار بتاعي هو اللي فيه الباك سبيس دي. فعندك حل من الاثنين، يا اما تعمل باك سبيس ثانيه وكده انت بتقول له ان دي باك سبيس عاديه، او ان انت تيجي في الاول كده وتعمل اد وتريح نفسك، عشان في مسارات بيبقى فيها باك سلاش كتير، فانت مش كل مره هتقعد تعمل دبل باك سلاش علشان نختصر وقت يعني المجهود. don't repeat yourself. ايه الغلطه الثانيه؟ انا كده لو عملت على فكره هيقول لي غلط. ليه؟ عندك حاجتين غلط. اول حاجه ان انت هنا بتقول له كرييت، يعني اعمل. طيب اعمل الاي، طب ما البارتيشن بتاع الاي اصلا موجود. يعني اولا ده بارتيشن مش دايركتوري ومش فايل. ثانيا هو موجود اصلا معمول جاهز، انا مش هعمله. فانا هنا الغلطه بتاعتي ان انا مش كاتب له انا عايز ايه، انا بقول له ان جوه الاي عايزك تعمل لي فايل، صح؟ هتسميه ايه؟ يا سيدي سميها ماي نوت، وكده انا اقول له ايه؟ اعمل لي فايل اسمه ماي نوت. كده انا برضو ما زال عندي غلطتين. ايه الغلطتين؟ الغلطه الاولى ان انت ما كتبتش الاكستنشن بتاع الفايل. يعني ايه ما كتبتش الاكستنشن؟ يعني كل فايل هو ليه اكستنشن خاص بيه. تعال نشوف. مثلا عندك 4 فايلات مختلفه. في فايل الاكستنشن بتاعه اسمه DOCX او دوكس، ده الاكستنشن بتاع الوورد فايل، صح؟ حلو جدا. زي ما انت مش شايف كده في اكستنشن اسمه ACCDP اللي هو Access Database File Extension. عندك واحد تاني اسمه BUB او Publisher Document Extension. وعندك واحد رابع اسمه TXT، ده اللي هو ايه؟ Text Document Extension. بعد الدوت الاخيره اللي هي دي كده في الفايل نيم اسمه اكستنشن، اللي هم الثلاث حروف دول او الاكتر من اللي بعد الدوت عامه بيبقى هو ده الاكستنشن. تمام. لو انا عملت فايل من غير الاكستنشن بص شكله اتغير، فالويندوز ما بقاش فاهم ده ايه، الفايل ده بتاع ايه، بيعمل ايه، اشغله ازاي، اتعامل معاه بناء على انه ايه. يعني بص تعال نكمل كده اخر واحد. لو جيت افتح اي واحد منهم هيقول لي انا مش فاهم اتعامل معاه بايه، افتحه ازاي، انت طالب مني افتحه ازاي، هو مش عارف. المفروض ان انت في كرييت بتقول له الفايل بالاكستنشن، فانا هقول له ماي نوت دوت
تكست او اي اكستنشن تاني انت عايزه. كده انا عندي غلطه واحده تاني، ان انا لو احتجت الباث ده، نفس الباث ده، في اي حته تاني في الكود بتاعي هقعد اكتبه من اول وجديد، وده مش صح. تعال نحط الباث في فاريبل. الفاريبل هيبقى ايه؟ string. برافو عليك. فهكتب string، اظن هكتب string path، وهعمل الاد، وهعمل e backslash my node dot txt، وهعمل السيمي كولون بتاعتي، وهشيل ده وهحط path. حلو حلو. دلوقتي لو عملت رن هيشتغل ولا لا؟ برافو عليك، هيشتغل. تعال نعمل رن. بص في الاول هنا ادي اي، مفيش اي حاجه باينه. نعمل رن. اشتغل. تعال نرجع للفايل. اتعمل التكست فايل بتاعنا شغال وزي الفل ومية مية. حلو جدا. لو انت عايز، يعني لو انت حابب بتفضل ان انت التيرمينال يعرفك، يعني لما تعمل رن يقول لك ان هو فعلا تم انه يحصل ده، فاعمل كده console.writeLine واكتب له file created بس. ده لو انت حابب. يعني حاجه كمان، دلوقتي انا فاتح الستريم، يعني الفايل كرييت ده بيفتح الستريم بس مش بيقفله. اعمل ايه علشان اقفله؟ عندك حاجه من الاثنين، اما تدوس دوت كلوز وكده كده انت قفلت الستريم بتاعك، او الافضل ان انت تشيل ده خالص وتكتب using وتعمل فايل دوت كرييت باث وتعمل هنا كيرلي بريسز وتقفلها بس من غير سيمي كولون. كده انت عملت حاجه حلوه جدا. بتقول له ان انت هتعمل فايل كرييت، بس وانت جوه الفايل كرييت ده تخش جوه الكيرلي بريسز. هنا بقى بتقول له ايه؟ وانت فاتح الستريم بتاع الفايل اعمل لي كذا، لو انت عايز تعمل حاجه جوه الستريم وهو مفتوح. لكن لو انت مش عايز فانت هتسيب الكيرلي بريسز فاضيه وتطلع منها عادي جدا. فانت كده قافل الستريم، ولو احتجت تعمل حاجه في الستريم ينفع تعملها جوه الكيرلي بريسز. حلو حلو جدا. كده خلصنا الكرييت. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ كده عملنا الفايل بتاعنا صح؟ تعال نشوف. ادي الفايل بتاعنا اهو اسمه myNote.txt. حلو جدا. تعال نخلي ده كده بره بس علشان احنا هنحتاجه. تمام. هنشتغل دلوقتي على ايه؟ الرايت. تعالى بس في الاول هنا كده نكتب قصاد دي. تعالى في الرايت هنا ونقول له يا سيدي انا عايز اكتب جوه الفايل بتاعك. طيب هتكتب ايه؟ تعالى اكتب مثلا هاي اي ام سامح. فهكتب فايل دوت رايت، وهنا عندي حاجات كتير. عندي write all bytes، عندي write or binaries، عندي write all lines، عندي write all text. ومش هنتعرض للحاجات دي دلوقتي، خليها في وقت advanced شويه، يعني في حاجه متقدمه شويه. دلوقتي هنستخدم write all text. انا هكتب له تكست عادي، يعني كلام عادي عايزك تكتبه. ماشي. الفانكشن دي بتاخد two variables و two string variables. اول string variable وهو الباث بتاع الفايل اللي انا عايز اكتب فيه. حلو جدا. والتاني string variable هو ايه؟ الكلام اللي انا عايز اكتبه جوه الفايل اللي انا اديته الباث بتاعه. صح؟ حلو. اتعودنا واتعلمنا انه يفضل ان انت تكتب اي string عندك جوه variable علشان لو احتاجته. تمام؟ فهكتب string file write
تكست، وهعمل له الدبل كوتس والسيمي كولون، وهنا هكتب له هاي I am سامح. حلو، تعال نخلي دي كابيتال. تمام، ونسيف، وتعالى نعمل تحت هنا كده اللي احنا عملناه. هكتب الباث، وهكتب الرايت تكست، وهقفل على كده. فانكشن رايت اول تكست دي حلوه جدا، بتفتح الستريم تكتب وتقفل الستريم تاني، فانت مش محتاج تعمل يوزنج، ولو احتجت تعمل يوزنج عادي جدا وصح جدا وما فيهاش اي خطأ تماما. دلوقتي تعالى نفتح الفايل قبل ما نشوف التعديل عليه. تمام، تعالى نعمل ران، ثواني علشان نتأكد ان هو عمل ران صح يعني. تعالى نعمل ران تكست روت سكسسفولي. تعالى نشوف الفايل. انا دلوقتي يا سيدي عايز اكتب حاجه كمان، يعني هكتب حاجه زياده غير هاي اي ام سامح. يا سيدي هاي اي ام بروجرامر، عايز اظهرها دلوقتي. يعني انا عايز امسك دي اظهرها جوه الملف ده، بس مش عايز امسح هاي اي ام سامح. عارف لو عملت ران دلوقتي هيقول لك ايه؟ تكست روت سكسسفولي، هتلاقي هاي اي ام سامح اتشالت واتحط مكانها هاي اي ام بروجرامر. شفت؟ طب انا مش عايز كده، انا عايز هاي اي ام سامح وبعدها هاي اي ام ا بروجرامر. المفروض في اي ام ا بروجرامر. ماشي، ما علينا بالانجليزي. ده مش كورس انجليزي. تعالى يا باشا نعدل الكود بتاعنا، وهعمل ده كده، وهقول له هاي اي ام سامح، وهغير الاسم، فاقول له ده 1 وده 2. انا عايز اكتب من غير ما امسح اللي فات. تعال نعمل ران علشان نخلي هاي اي ام سامح موجوده. تمام، هاي اي ام سامح اهي، وتعال نهمش دي. دلوقتي هندخل على الابند او الاضافه. اقول له ان انا هشتغل على الابند، او هقول لك انت ان انا هشتغل على الابند، وتعالى نشتغل على الابند. هقول له فايل دوت append، وبرده append زي الفانكشن بتاعت write، فيها write all bytes write all binaries write all text write all lines زي ما انت ما حابب، وده كله هناخده في الادفانسد. بس دلوقتي خلينا ناخد write append all text زي write. تمام، حلو. هقول له ايه؟ بياخد two variables بتوعتنا، الباث واللي انا هكتبه جوه الباث ده، صح؟ اللي هو ايه؟ write text 2. وبرده دي الابند زي الفانكشن بتاعه الرايت، ينفع تعمل يوزنج او ما تعملش لانه بيفتح الستريم ويقفله لوحده. فتعالى نعمل ران، مش هيقول حاجه. تمام، عشان احنا ما كتبناش الرساله. نفتح هنا، قال لك هاي اي ام سامح هاي اي ام ا بروجرامر، بس من غير فصل. فاحنا ممكن نعمل في هاي اي ام سامح دي في اخرها كده نعمل سبيشال كاركتر ان. تمام، ونعمل هنا كمان مسج، اقول له console.writeLine text appended successfully. تمام، عمل الابند. افتح الفايل، عمل الابند هاي اي ام سامح هاي اي ام ا بروجرامر. صح جدا، وكده احنا خلصنا الابند. خلاص هانت اهي اخر حاجه قبل البريد. وهقول له ان انا هشتغل دلوقتي على الريد. منطقيا انا لما بقول رايت يعني هقول لك ان انت تكتب حاجه، فلما بقول لك اكتب لازم اقول لك اكتب فين وهتكتب ايه. طيب دلوقتي انا عايز اقرا. لما بقول لك اقرا، مثلا اديتك كتاب وقلت لك اقرا، هتقول لي اديني حاجه تاني علشان اقراها، ولا انت هتفتح الكتاب وتقرا؟ هتفتح الكتاب وتقرا. حلو جدا. انا هنا هقول لك اقرا، وهديك الفايل اللي انت تقراه بس، مش محتاج منك اي حاجه تاني. فانا هاخد منك كام فاريبل بالظبط؟ 1 الباث،
هديك الفايل اللي انا عايزك تقراه، صح؟ حلو جدا. بس في حاجه دلوقتي، انا هنا بقول له اقرا، بس هو ككمبيوتر بيقرا لنفسه، يعني بيقرا ويخليها معاه. تعال نشوف مع بعض. هقول له file دوت read all text والباث بتاعه. دلوقتي انا عايز اعمل رن. تعال نعمل رن. ما ظهرش حاجه. طب ليه؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي عملت قريت الفايل، بس هو قراه وخلاه معاه، يعني قراه وخلاه لنفسه. طيب لو انا عايز اظهره، هقول له console دوت رايت لاين، يعني اكتب لي اللي انت قريته. بس انا مش هينفع احط ده كله جوه البريسز بتاعه الفانكشن console دوت رايت لاين. تعال نحط دي جوه variable، لان ده هيبقى string، فهحطه جوه string variable وهقول له اكتبه لي. تعال نعمل كده string text read، وتعالى نعمل console write line text read. بس تعالى نكتب قبله حاجة. تعالى نعمل run the file text hi I am سامح hi I am a programmer. كده احنا خلصنا ال create write append read. فاضل كام حاجة؟ فاضل copy وموف وديليت. دلوقتي يا سيدي روح خد البريك بتاعك 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وتعالى تاني علشان نكمل ال 3 functions الباقيين. تمام؟ أتمنى يا سيدي ما تكونش أخدت نص يوم راحة، بس هعتبر إن أنت التزمت. وتعالى نكمل. هندخل على دلوقتي copy. تعالى نشوف كوبي بتقول ايه. كوبي هاخد نسخه منه. طيب انا لما هاخد نسخه منه هعمل حاجتين. هدخل السترينج فاريبل بتاع مكان الفايل اللي انا عايز اعمل له كوبي، وهدخل السترينج فاريبل بتاع الباث اللي انا عايز انسخ ليه الفايل بتاعي. مثلا انا عندي هنا بارتيشن اي، وهعمل جواه فولدر جديد وهكتب فيه تيست وهو فاضي. عايز اخد نسخه من ماي نوت احطها جوه تيست. تمام؟ تعالى نعمل كده. هعمل string path 2 وهقول equal علامه الاد وسيميكولن. مكاني فين؟ في الاي، جوه الاي في فايل اسمه تيست او دايركتوري اسمه تيست. هحطه جوه فايل لان انا هنسخ الكلام اللي جوه الفايل نفسه. تمام؟ فعندك شرطين لازم تحققهم، ان انت لازم تكتب الباث صح، ولازم تكتب الاكستنشن بتاع الفايل صح. طب ماذا عن اسم الفايل نفسه؟ لا عادي، انت ممكن تغيره زي ما انا هعمل دلوقتي. هعمل كده تيست دوت تكست. تعالى بقى نعمل كوبي. هقول له فايل دوت كوبي الباث الاول بتاعك باث، بعدين دخل الباث الثاني باث 2 وسيمي كولن. وممكن علشان نوضح لنفسنا في التيرمينال ان المهمه نجحت هقول له كونسول وسيمي كولن كنترول اس وكنترول اف 5 ران. فايل كوبي سكسسفولي. تعال نشوف تيست عمل لي فايل جديد. افتحه هتلاقي نفس الموجود في الفايل الاساسي موجود في فايل الكوبي اللي احنا عملناه. حلو جدا. امسحهولي. ليه؟ هتعرف دلوقتي. احنا كده خلصنا الايه؟ الكوبي دان. تعال نخش على الموف. نفس الموضوع. هقول له فايل دوت موف. هاخد تو فاريبلز، هاخد الباث اللي فيه الفايل وهاخد الديستنيشن باث او باث اللي انا عايز احط فيه الفايل بتاعي. تعال نشوف. هكتب باث وهكتب باث 2. وهنا برضو لازم تكون عامل الشروط بتاعتنا ان انت حاطط باث كامل صحيح، كاتب الاسم صح، كاتب الاكستنشن صح ومظبوط، لكن الاسم عادي انت ممكن تغيره. حلو. حط السيمي كولون واكتب لنفسك المسج اللي هتفتكر بيها
كنترول F5 فايل موف سكسسفولي. تعال نشوف ايه ده راح فين. مش هنا. خش جوه الفايل هتلاقي الفايل ده بتاعك، افتحه هتلاقي اللي احنا كتبناه. دلوقتي انا عايز امسح بقى الفايل ده. خلاص احنا بنخلص الفيديو، نكتب هنا done. طيب يا سيدي، انا دلوقتي عملت الفايل وكتبت فيه وزودت على الكتابة اللي فيه كتابة تانية وجبت اللي جواه وخليته يظهر لي وعملت كوبي وعملت له موف او كات يعني زي ما بنقول. دلوقتي عايز امسحه. هعمل ايه؟ هدخل الباث بتاعه صحيح. طبعا في فانكشن اللي اسمها delete. تعال نعمل فانكشن delete. هقول له فايل دوت delete. دلوقتي بقى لو انا كتبت باث حد يقول لي صح اللي انا عملته ده ولا غلط؟ والغلط يقول غلط ليه؟ لو قلت صح انا هتضايق جدا جدا. ليه؟ لان انت عندك الباث الاولاني ده اسمه اي، يعني موجود في الاي ماي نوت دوت تكست اكستنشن. تعال نفتح الاي، مفيش ماي نوت، يعني ماي نوت دي مش موجوده هنا، فهو هيمسح ايه؟ هيعمل لك ايرور. طيب هو موجود فين؟ موجود في الاي في التست هنا. تمام؟ فطالما هو مش موجود هنا لكن موجود هنا، فانا هاخد الباث الصحيح بتاعه اللي هو ايه؟ اي تيست اللي انا كاتبه هنا في باث 2. حلو حلو. هكتب له باث 2. تعال نعمل ران. تمام. تعال نشوف الفايل اتمسح. امسح انت بقى الدايركتوري ده لحد ما نعرف ازاي تمسح الدايركتوري من السي شارب. وتعالى نعمل لده ان انت يا دوب كومنت وتعالى نكتب فوق دان. وبكده يكون الفيديو الاول في السلسله خلص. اتعلمنا ازاي نتعامل مع الفايلز. المره الجايه هنتعلم ازاي نتعامل مع الدايركتوريز او الفولدرز زي ما احنا بنقول يعني في العادي. فاشوفكم الفيديو الجاي. سلام. بعد ما خلصت مونتاج اكتشفت ان الفيديو نص ساعة ل5. فلا ما تتخضش، هو بس اول فيديو علشان كان في كلام نظري كتير وكان في شرح كتير. فمن الفيديوهات الجاية يعني هيبقى بكتيره ربع ساعة مثلا بس، لكن مش اكتر. متخافش. enjoy.